إنه يمثل امتداد لمشاكلها ل7 سنوات ماضية وما رافقها من طائفية وفئوية وانتهازية وفساد إداري، والتي تسببت في عدم استقرار العراق وإراقة دماء أبنائه والفشل في إعادة بناء بنيته التحتية وانتعاش اقتصاده وتعطيل عدد من القوانين والتشريعات الحيوية كقانون النفط والغاز وعدم الالتزام بالدستور العراقي. عوامل داخلية وخارجية تعرقل تشكيل الحكومة وإرادات تتصارع، لكن من يدفع الثمن هو الشعب العراقي الذي ما زال يذبح كل يوم. لتسليط الضوء على أزمة تشكيل الحكومة وما بعد التشكيل، معي اليوم ضيوف الكرام، كل من السيد نبيل روماية ممثل الاتحاد الديمقراطي العراقي، وأيضا السيد أوميد الجاف ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد هاشم ممثل حزب الدعوة الإسلامي جناح المالكي، دكتور نزار أحمد أكاديمي مستقل، وعباس الوطان ممثل القائمة العراقية، شيخ هشام الحسيني ممثل المجلس الأعلى. فرحبوا معي في ضيوفي، أهلا وسهلا بكم. سؤالي موجه إلى السيد نبيل روماية رئيس اتحاد الديمقراطي العراقي. سيد نبيل، ما الذي يعيق تشكيل الحكومة؟ هل الكتل السياسية أم التدخلات الخارجية؟ طبعا احنا كمنظمة مجتمع مدني نتصور انه العملية السياسية جارية في الطريق الصحيح. البناء الديمقراطية هي بناء وليد في العراق اكيد، ولكن عجلات العملية السياسية موجودة على الطريق الصحيح، بس هناك عقبات كثيرة وكثيرة جدا امام هذه العملية لاستمرارها. الإشكالات اللي حصلت اليوم بعد العملية الانتخابية بها شوية تاريخ بدأ في وقت الانتخابات بالقوانين الجائرة اللي خرجت اللي حكمت الانتخابات. هاي القوانين أدخلت عشرات من النواب إلى البرلمان بأصوات أقل من 100 صوت، ومئات يجوز واكثر من 100 باصوات اقل من 5000 صوت. في نفس الوقت اكو كثير من المرشحين حصلوا على آلاف الاصوات ولم يدخلوا بالعمليه بالبرلمان. هذا الاشكال ادى الى تشرنق الأحزاب الموجودة في البرلمان إلى 4. نعم، ورجعنا إلى نفس الدائرة سيد نبيل، إلى نفس الدائرة اللي كنا بها قبل 4 سنين. الكتل الكبيرة هي اللي تحكم، والكتل الصغيرة أو الأعضاء اللي انتخبهم الشارع العراقي بقوا ما عندهم أي إرادة أمام الكتل الكبيرة. وهذا أدى إلى إشكال كبير. الأحزاب الصغيرة والكتل الصغيرة كان ممكن تسهل الأمور في تشكيل الحكومة اليوم، بس لأنه صارت 4 أو 5 أحزاب أساسية صار الإشكال الكبير، وخاصة لما صارت تقارب الأصوات. احنا اليوم ورا 6 أشهر من هذه العملية نطالب، والشارع العراقي يطالب بحركة، بتحريك الجو، بحكومة. لا ممكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل. يعني الأحزاب الفائزة مصرة على نظرتها الضيقة، مصرة على أنانيتها وعدم تفكيرها بالوطن وبالشعب العراقي. احنا هذه الاشكال اللي يجري ورا 6 شهور لا يؤدي فقط، هي مو بس فقط تشكيل حكومه وفقط، هي الاشكال ده ينعكس بشكل واضح وكبير على الوضع الامني، وشفنا الاربعاء الدامي اللي صار قبل أسابيع، وتنعكس على الوضع الخدمي بالعراق، وفتحت الأبواب بشكل واسع لدول الجوار بالتدخل في الوضع العراقي. أتوقع أستاذ نبيل هناك تدخل واضح من دول الجوار هو يعرقل تشكيل الحكومة العراقية الآن؟ أكيد. اليوم أنا في قناعتنا أنه الأحزاب الفائزة ليس لها القرار في تشكيل الحكومة، ولذلك تشوفين السفرات المكوكية إلى دول الجوار اليوم لكسب عطف هذه الدولة أو ذيك الدولة. احنا اليوم نريد قرار عراقي، نريد حكومة عراقية بعيدة عن المحاصصة، نريد حكومة وطنية، يعني حكومة وطنية ذات برنامج وطني وليس برنامج حزبي أو طائفي
إلى آخره. حكومة وطنية ذات برنامج وطني، هذا الشعب العراقي ما يريده وهذا الشعب العراقي ما يريده. خليني سيد نبيل أنتقل بسؤالي إلى السيد عباس الوطان. سيد عباس الوطان، التدخلات في الشأن العراقي كالشمس التي لا تحجب بالغربان، من السبب؟ هل السياسيون من يشجعون التدخل أم الدول تفرض وجودها عليهم؟ احنا نحب ان تكون حكومة عراقية تحت طاولة، لان دائما احنا لما نتفرج على التلفاز دائما نشوفين السياسيين والمساجلات السياسية اللي موجودة الان بالشارع العراقي وبالاذاعات يتكلمون. احنا نريد الاجتماع تحت طاولة مستديرة مربعة تجمع البرامج، كل كتلة لها برنامجها، وبرنامج الكتلة العراقية واضح، وبالتأكيد يمكن الشارع العراقي الآن والمواطن العراقي هو اللي انتخب القائمة العراقية، والآن القائمة العراقية هي لها الدور الأكبر والحظ الأوفر بتشكيل الحكومة، ولكن هناك أكو عوائق. هل تتوقع أستاذ عباس هناك تدخل كبير في إدارة أو في إدارة القائمة العراقية من قبل دول الجوار وبالتحديد السعودية؟ حقيقة ماكو أي تأثير لا من الدول الإقليمية ولا من الدول العالمية. القائمة العراقية لها قرارها وإلها برنامجها وإلها قيادييها اللي ياخذون القرار لأجل خدمة العراق. القائمة العراقية هدفها وبرنامجها ومن أهدافها أنه العراق يكون للعراقيين بجميع طوائفهم وقومياتهم ومكوناتهم. القائمة العراقية تريد تقضي على الطائفية السياسية الموجودة الآن المقيتة. القائمة العراقية، الكتلة العراقية تريد تقضي على المحسوبية المنسوبية، تريد تخلي الرجل المناسب بالمكان المناسب. أنا عراقي تسعي لي لأجل كل من حسب كفاءته. لا تتوقع أنت عراقي وتذهب تجتمع في سوريا وفي السعودية وأنت عراقي؟ حقيقة أنا لأجل خدمة بلدي أين ما أكون، إذا مصلحة بلدي تكون بأي بقعة من بقاع الأرض أنا أرحب بها وأسمع من عندها، بس ما تملي علي شروطها. أنا الشروط عندي وعندنا برنامج، والبرنامج مال القائمة العراقية احنا نؤمن حقيقة القائمة الكتلة العراقية تؤمن بالمصالحة الوطنية الحقيقية. الكتلة العراقية تؤمن بدولة المؤسسات تضمن لكل عراقي حقوقه. لكن سيد عباس، خلينا بعيدا عن الشعارات. هناك شعارات سمعناها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات وفوز أعضاء مجلس النواب. نشوف أغلب أعضاء مجلس النواب ومنهم الدكتور أياد علاوي نعم. حينما ما حصل منصب رئيس جمهورية رئيس وزراء شاهدناه بالأردن وبلندن و4 سنين بعيدا عن الشارع العراقي وهموم الشارع العراقي. خليني اخذ لا عفوا، بس انا اعقب بس ملاحظه مداخله. عفوا، انت تكلمتي عن الشعارات بالنسبه للكتله العراقيه.